انا نتمنى ان شاء الله تنعقد شي لجنه ان شاء الله، انا اطلبها لان عندي واحد المجموعه من التفاصيل يعني فحق ما نبغيش نقولها لانني ما بغيتش نشيل الاشخاص، والا فالذي حصل هو انه مولاي اسماعيل العلوي كرئيس اللجنه الوطنيه انهى مشاوراته مع كافه الاطراف اللي كان عندهم علاقات تشاوريه، كنا كنتشاوروا بصفتي مشرف عام على هذه مبادره حكوميه، كنا كنتشاوروا انا وياه في اطار هذه العمليه هذه. يوم 11 مارس انهى مشاوراته وذهب الى حي سبيل يقضي اغراضه في الحياه. 12 مارس كيتفاجأ ونحن عشيه اطلاق يعني تنصيب اللجنه، نهار 13 تنصبت اللجنه بحضور السيد رئيس الحكومه والسيد رئيس المجلسين البرلمان وبالشركاء الدوليين. يوم 12 مارس على الساعه 5 توصلنا بالرساله ديال الاعتذار عن اللجنه، ولما اتصلت به صدم، قال لي ودي انا بالنسبه لي انهيت كل المشاورات، الناس كلهم عطوني الموافقه. طيب احنا ما كندخلوش هنا في النوايا، ولكن الحقيقه هي هذه، فلا اكراه في الحوار، ولكن على ما كنت عند التشويش ماشي انتم اللي كتشوشوا، لا ابدا، هذا حوار في داخل المؤسسه الدستوريه، لكن تشويش هذا تشويش حقيقي. ولكن الحاصل شنو الحاصل الان؟ هو ان اللجنه تشتغل. بالمناسبه للانصاف هاد الاخوان ملي عملوا هذا البلاغ ديالهم عاودوا البلاغ الثاني، هذه الرساله كانت نهار 12 ونهار 13 عملوا بلاغ، وكان بلاغ تاكد بانهم الا كيتحفظوا على العضويه في اللجنه لاعتبارات بالنسبه لنا ما شداش ما قبطاش، فانهم سينخرطون في الحوار وما عندناش مشكله مع الحوار. طيب هذا موقف نثمنه ونحن ندعو الجميع الى المشاركه في الحوار، لكن بعض الاعتبارات اللي تبنى عليها هذا النوع من الموقف من قبيل موضوع ديال اقتراح عضو من الحزب لكي يكون عضوا في اللجنه او مسؤول في اللجنه، هذا نتمناو يكون عندنا مقرر عام او رئيس او غدا رئيس لجنه، غادي يكون رؤساء لجان او الى اخره. الى اصبحت السياسه تهمه خصنا نعرفوها، والا لو كان المنطق سليم على مستوى النقد كان توجد رئيس اللجنه، لان مولاي اسماعيل العلوي شخصيه سياسيه ورئيس مجلس رئاسه حزب يعني في الاغلبيه الحكوميه، ولا احد انتقد بهذه الصفه. وهذا هو ما يستدعي ان نقول ان استهداف هذا العضو في العداله والتنميه لربما يجيب عنه البلاغ الذي صدر من شخصيات كذلك حقوقيه وطنيه وسياسيه ومدنيه تدين اي تحرش بالاشخاص واخلاء المجال المدني والسياسي من منطقه التحرش. هذه لجنه وطنيه فيها 66 عضو، الا كيتصور شي واحد اي عضو كما كان سواء المشرف العام هو الوزير او رئيس اللجنه او مقرر عام او رئيس لجنه دائمه غادي يكون سيؤثر على عمل اللجنه، ففي تقديري هذا زعما استخفاف بعقول هذه اللجنه الوطنيه اللي فيها 66 من خيره يعني النخب ديال البلاد ديالنا. فلهذا نحافظوا على الجو ديال الثقه بيناتنا. الاختلاف مقبول، لكن على مستوى المصداقيه يجب ان يكون النقد عنده مصداقيه، يكون يعني نقد يقدم ويدفع الى الامام، لا يكون نقد فقط يدخلنا في متاهات صراعيه لا نجي منها شيئا. فانا بهذه المناسبه يعني ادعو كافه الجمعيات الى الاستعداد للدخول في الحوار، لان الحوار لم يبدا بعد. هذا راه كانت خبرات تنصيب اللجنه، اما الحوار لم يبدا بعد. الحوار سيبدا ان شاء الله عندما تستكمل اللجنه عملها وستعقد ندوه صحفيه بقواعد الندوه الصحفيه وستقدم برنامجها التفصيلي التنفيذي وستدعو الجميع الى ان يشارك في الحوار. اذا فالجمعيات مدعوه لكي تنخرط في هذا الحوار، هذا حوار وطني نوعي لمصلحه المغرب، ما عنده علاقه لا بحزب ولا بحكومه، لمصلحه المغرب. نريد ان نوفر المناخ القانوني والدستوري الملائم والتنظيمي، لا في موضوع الحكمات الجمعيات ولا في موضوع العلاقات كلها ديال تنميه ادوار الجمعيات، لكي تلعب هذه الجمعيات دورا اساسيا في تقدم المغرب، باعتبار اليوم ان الدستور مكن من هذه الصفه ومن هذه السلطه على مستوى الشراكه في تدبير السياسات العموميه ديال البلاد ديالنا. فلهذا نرجو ان نتقدم نحو الهدف اللي هو هدف وطني نبيل. واشكر من هذا المنبر كذلك هذه اللجنه الوطنيه اللي تحملت واحد العبء ديال واحد المجموعه من القيل والقال، ولكنها تشتغل في صمت واصرار. احيي من هذا المنبر ونؤكد لهم ان شاء الله باننا معكم وتحت مراقبتكم. هذا الحوار يمكن نساعدنا نعطيو فيه الحساب ديالو السياسي والمالي والتنظيمي عندما تقررون ان شاء الله انكم تدعونا الى نقاش اعمق وفيه تفاصيل ادق لكي تكونوا في صوره يعني واضحه حول هذا المشروع الوطني الذي نرجو ان شاء الله يكون من مكتسبات بلدنا وخادما لهذه اللحظه الديمقراطيه المتميزه التي اليوم نعتز بها كمغاربه.
ولا نفخر بها كحزب أو كجماعة أو كقبيلة أو كطائفة، نعتز بها كمغاربة. فلنحرص على الحوار كخلق وكثقافة وكمسلكيات متحضرة. فلهذا أنا أؤكد على أن الحوار يسير بطريقة جيدة على مستوى المنظومة الإطلاق ديالو، وإن شاء الله لما سيعلنوا عنه كتفاصيل وكبرامج ثم غتشوفوا إن شاء الله بأنه الهندسة التي وضعت هي هندسة تشرف بلدنا، نخبه، جمعيته، حكومته، برلمانه اللي هو شركاء في هذا الحوار الوطني إن شاء الله. إذن لا يسعني إلا أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل لإتاحة الفرصة كبرلمان لكي نتخاطب ونتواصل ونبلغ للرأي العام هذه الحقائق. وإن شاء الله نحن على موعد مع الإطلاق الرسمي للفعاليات من خلال البرنامج اللي فيه واحد الجموع من ندوات مركزية، ندوات دولية، إشراك مغاربة العالم كذلك في هذا الحوار عبر التنقل للتواصل معهم، عبر موقع إلكتروني مفتوح لتلقي يعني المذكرات والاقتراحات. وهذه الثمرة إن شاء الله، هذه الخلاصة، هذا التقرير العام غادي يكون ملك المجتمع لكي يستثمره في تقدم هذا البلد. شكرا لكم.